ده الفيديو اللي انا متأكدة ان انت هتقفليه وهتقومي جري تعملي الوصفة دي. وطبعا اوعي تنسي تعملي لايك وشير واشتراك في القناة. جبت صدر فرخة قطعته، تخيلي بقى لما اقطعه هعمل بيه ايه؟ انا هفرمه في الكبة فرم ناعم جدا لحد ما يوصل للقوام اللي انت شايفاه ده. اخدت منه معلقتين حطيتهم على جنب، والباقي في الكبة حطيت عليه المكونات اللي هتلاقيها قدامك حالا على الشاشة، وضربته كله مع بعضه كويس قوي، وعملت الخليط ده في الطبق وحطيت عليه نقطتين من اللون الاحمر. وبعدين بقيت الفراخ اللي انا نقصتها حطيتها تاني في الكبة مع المكونات اللي قدامك دي كلها، مكتوبة قدامك وهتلاقيها تحت في صندوق الوصف. وحطيت برضو نقط من اللون الاحمر، وبقى القوام معايا خفيف بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيته في كيس بقى من بتوع التلاجة، وبدأت ان انا اربطه من فوق ومن تحت كمان، عملته بالخيط علشان يديني شكل كوز اللانشون. ايوه احنا هنعمل هنا لانشون وهنعمل سوسيس. اوعي تكوني وصلت لحد هنا ولسه ما عملتيش لايك وشير. وهنلفه بقى في استريتش رول كويس قوي وفي ورق فويل، وفي الوقت ده في حله ميه بتغلي على النار هنحط فيها بقى اللانشون بتاعنا عشان يستوي. هنحط الاول معلقه خل في الميه اللي بتغلي دي، وهننزل كوز اللانشون. هياخد معانا على النار حوالي ساعه ل10 دقايق، هنختبره بخله الاسنان ونشوف هو استوى ولا لا بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو الخله طلعت نظيفه يبقى هو كده استوى. هنطلعه وهنفكه وهنحطه على منديل من مناديل المطبخ عشان لو عرق، وهنغطيه بمصفى ستانلس ونسيبه. ولما يبرد خالص هندخله التلاجة. اوعي تقطعيه او تدويه غير لما تدخليه التلاجة. جبنا بقى كيس تلاجة وفتحناه بالشكل اللي انت شايفاه ده، دهناه دهنه من الزيت، وجبنا الخليط التاني حطينا منه معلقه كده، وبدأنا ان احنا نشكله شكل السوسيس. هنعمله ازاي؟ هنجيب سكرابر من بتاع الكيك هنعمل بيه، لو ما عنديش سكرابر هجيب مسطره، وهبدأ ان انا اشكله بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان ياخد معانا شكل اسطواني، يبقى شبه صباع السوسيس او الهوت دوج او الفرانكفورت اللي بنشتريه من بره. وهنبدأ ان احنا نعمله بالشكل ده كده، وهنظبط الشكل بتاعه كويس قوي لحد لما يدينا الشكل اللي احنا عايزينه وكمان الحجم اللي انت عايزاه. هي معلقه واحده بتدينا الواحد من ده. وهنرصهم على صينيه مدهونه زيت تكون ستانلس او الومنيوم، وهنروح على نفس الميه اللي سوينا فيها اللانشون وهنحطه على وشها كده وهي بتغلي، وهنحط غطا ونخليه موارب. وبعد 10 دقايق هنقلبه على الجهه التانية، بياخد بالظبط 15 دقيقه، وبرده بنختبره بخله الاسنان بيكون استوى تماما. بنطلعه وبنسيبه برضو لما يبرد خالص، ولازم يبردوا ويدخلوا التلاجة يا جماعة، اوعوا تدوقوهم وهم سخنين. ونبدأ نقطعهم بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اللانشون بتاعي طالع حكاية، وكمان السوسيس. ولو انت عايزة الفيديو كامل هتلاقيه موجود على القناة، انا هنا عاملاه شورت بسرعة علشان اوريكي جمال الوصفة دي.